بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بلاني دور خوشويست خوشتاني زود البريس صار إخواتنا المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أن تكون كلمتي هذه أو بحثي هذا يكون بلغتي العربية، ولكن ممكن تتخللها أو يتخللها التحدث باللغة الكردية خاصة بالنسبة للإجابة، فسامحوني إذا كنت الآن ألقي البحث باللغة العربية. حقيقة قضية العلاقة بين الراعي والرعية أي بين الحاكم والمحكوم من أعقد العلاقات على مر التاريخ، وهي السبب دائما في تحقيق السعادة للمجتمعات أو بالعكس تحقيق الشقاء والخسارة والمشاكل للمجتمعات على مر التاريخ. ولذلك حينما كانت أوروبا تعيش في ظل الجهالة والخرافات والتخلف المعروف، حينئذ فكر المفكرون والمبدعون والفلاسفة بأن ليس هناك مجال لتخلص أوروبا من هذه المشكلة إلا بإصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام التعليمي وإصلاح النظام الديني بالنسبة لهم. وطبعا وكلهم اتفقوا على أن البدء يبدأ بإصلاح النظام السياسي. بدون إصلاح النظام السياسي يكون معظم الأمور في مهب الريح. وأنا أعتقد هذه الأهمية رعاها الإسلام تماما، حتى من أول آية تتحدث عن خلق الإنسان وخلق آدم ويذكر اسم أو كلمة خليفة، مما تعني على أهمية الجانب هذا الجانب السياسي أو هذا الجانب التحكمي في تحقيق العمران والحضارة والتقدم للأرض، لأن وظيفة الإنسان ورسالة الإنسان بعد أداء الشعائر لله هي تحقيق العمران وتحقيق الحضارة وتحقيق الرفاهية على هذه الأرض للإنسانية جمعاء. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم تعمير الأرض بكل ما تعني هذه الكلمة. وحتى سيدنا آدم لأنه رب العالمين وعده بأن يكون خليفة، دخل الشيطان في هذا المجال حيث وعده كما قال بملك لا يبلى، وملك غير الملك. الملك هنا المقصود به الحكم. وبالتالي هو قال أنني أساسا خلقني الله سبحانه وتعالى لأكون خليفة في الأرض، أي حاكما وقادرا على التعمير. وإذا لماذا وملك لا يبلى، أي قدرة وجاه وسلطان لا ينتهي. فهذه طبيعة الإنسان في هذا المجال. ولذلك حتى علماءنا لا يقع على أصحاب الفضيلة بأنهم أدخلوا موضوع السياسة الشرعية في قضية مع العقيدة. نحن نذكر خاصة في كتب العقيدة وعلم الكلام نتحدث عن الجانب السياسة، رغم أن السياسة في نظر الشريعة ليست من أصول الدين بالمناسبة، ولكنها كما قلت هي الأساس لتحقيق العمران وتحقيق الديانة. وبالتالي فعلا أوروبا التي كانت كما يذكرها المؤرخون حينما أهدى الخليفة هارون الرشيد ساعة غريبة جدا، وهي كانت تدور بالمناسبة بعملية صناعية وليست بالشكل السابق، وكان في كل ساعة كبيرة جدا يظهر فارس صغير ويدور حول الساعة ثم يدخل فيها. هذا إشارة إلى نهاية الساعة. ثم بعد كل 12 ساعة فترة
من هذا المكان 12 فارسا، طبعا صغيرا يعني مجسما، يدورون ثم يدخلون. شيء غريب جدا. فقال هؤلاء القصص ومستشارو الملك شارلمان الكبير، قالوا إن هؤلاء جن، وإن هؤلاء الجن هم مرتبطون بالخليفة الرشيد، وبالتالي أرسل لك الجواسيس. فنفس الفكرة اليوم التي نحن المسلمين نعيش فيها، نسند كل الأمور إلى الجان والشياطين والعفاريت وإلى آخرها، كانوا يعيشون في ذلك الوقت. فقالوا فورا كسروا هذه الساعة الغريبة العجيبة التي حقيقة ربما أشوف بهذه الطريقة، يعني إلى يومنا هذا صعب جدا أن يدور بهذه الطريقة، كان منتهى الصناعة. فقضوا على هذه الساعة العجيبة، وظلت أوروبا بهذا الشكل. حينما غيروا النظام السياسي ثم النظام التعليمي، خلال أقل من 100 سنة ظهر المبدعون، وتغيرت أوروبا تماما ووصلت إلى ما وصلت إليه. فلذلك أنا أقول بكل صراحة، كل ما يبذل في سبيل إصلاح النظام السياسي فهو في محله، ليس هدرا، وإنما هو حق، لأنه لا يمكن للأمة أن تتقدم إلا بإصلاح النظام السياسي بشكل صحيح. هناك فلسفات كثيرة أنا تطرقت إليها، لا يسع المجال، حتى لا يقال بأن رئيس يعني مجلس الأمناء يستغل سلطته أو ملكه كما قلنا. فأنا ذكرت إخوة الكرام وأخوات الكريمات أن العلاقة في الإسلام بين الراعي والرعية تتحكم فيها، هنا مكتوب 3 أشياء، ولكنه في الواقع تتحكم فيها أو تنظمها 4 أمور أساسية. الأمر الأول النظام العام، عندنا شيء يسمى النظام العام، وهذا حقيقة ذكره بعض العلماء وبخاصة الإمام الشاطبي. النظام العام هو المبادئ العامة التي لا تختلف هذه المبادئ أبداً عن المبادئ السماوية السابقة والمبادئ الإنسانية بصورتها، كما هو يقول الشريعة الإنسانية جمعاء كما يعبر عنها الإمام الشاطبي. الأمر الآخر العقد، التعاقد، العلاقة بيننا وبين هؤلاء وبين الراعي والرعية هي علاقة التعاقد بكل ما تعني الكلمة. فكما أنني أبيع وأشتري وأفرض الشروط، فكذلك العقد، سوف أتحدث عن هذا العقد. الأمر الثالث هو القيم الأخلاقية أيضا تحكم هذه العلاقة. الأمر الرابع هي الحكم والتجارب الإنسانية الناجحة التي لا تتعارض مع نص صحيح وصريح، وهي كثيرة جدا. وبالمناسبة في دائرة السياسة الشرعية كما قال إمام الحرمين في كتابه الغياثي، يقول وهي أي أمور السياسة الشرعية ما عدا المبادئ العامة التي نتحدث عنها في الجزء الأول، وهي عن القطعية علية، يعني أنها عن أمور النصوص القطعية ما فيها، وبالتالي فيها مجال لقضايا السياسة الشرعية، وبالتالي يكون المجال للاستفادة من التجارب البشرية الناجعة جدا مجال واسع جدا. وسبحان الله هذا إعجاز، يعني القرآن الكريم لم ينزل نصوصا كثيرة في هذا المجال عمدا، لا شك في ذلك. انظروا إلى هذه الحالة، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو قتله حتى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لا يتحدث بعد ذلك ما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يختار الإمام، كيف يختار الشخص، ترك للأمة. ولذلك اختير أبو بكر بطريقة، واختير عمر بطريقة، واختير عثمان بطريقة، واختير علي، كل رضي الله عنهم جميعا، كلهم سادتنا وأشرافنا، كل واحد اختير بطريقة. والعدد كما يقول علماء الأصول لا
مفهوم له، وبالتالي يمكن بطريقة أخرى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة وهكذا النصوص. بينما بين قوسين في مجال الأسرة لأنها مهمة جدا تنزل الآية لعلاج حالات استثنائية، يعني امرأة تخاف من بعدها، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. حتى الجانب النفسي السيكولوجي يقول وأحضرت الأنفس الشح. المرأة تخاف، احنا دائما نقول المرأة ناشزة، لا، الرجل يكون ناشزا. القرآن الكريم سمى الرجل قد يكون ناشزا، يخاف أن يكون زوجها ناشزا، مشكلة يجيب له المشاكل. فكيف؟ جاي حتى عالجها بين الحكم وكيفية الصلح والطريقة والتفاصيل، ثم الجانب النفسي أنه لابد أن يكون هناك دولة ورعاية، وإلا تطغى قوة الرجل على قوة المرأة، وبالتالي لابد أن يكون هذه النفس دائما شحيحة. ما الذي يستطيع أن يفهم؟ ممكن الزوج يفرض على زوجته بعض الأمور، ولكن لا تستطيع الزوجة، وبالتالي لابد أقول فبالتالي لكن في مجال السياسة أبدا مسكوت عنها إلا المبادئ الأساسية التي سنتحدث عنها. وبالتالي هذه الأمور الأربعة هي واسعة جدا لقضية بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بين الراعي والرعية. والأسلوب القرآني حقيقة الأسلوب النبوي سماه الراعي، لأن الراعي فيها معنى جميل من معنيين، أولا من الرعاية، والأمر الثاني الراعي هو الشخص الذي يرعى الأغنام وبالتالي يشفق عليها ويحافظ عليها ويبحث عن مائها وعن مرعاها وعن إلى آخرها. الأمر الأول النظام العام المأخوذ من الأدلة القطعية والاستقراء الكلي الذي يتمثل في مجموعة من المبادئ الأساسية والقواعد الكلية العامة في هذا المجال. وقد خصه الله سبحانه وتعالى هذه المبادئ وأشار إليه الجانب السياسي أو الجانب الحكمي، مثل مبدأ العدل مثلا. وهذا طبعا يعني هذا المبدأ لا يخفى على حضراتكم تفاصيل هذا المبدأ، حيث يعني هذا النظام العام الإسلامي يمثل خلاصة الأدلة الشرعية الكثيرة المتضافرة في هذا المجال، بل كما يقول الشاطبي إنها بقايا الشرائع السماوية والفطر السليمة التي استقرت في نفوس الشعوب والتي تتطلع إليها وإن لم تصل. وقد عبر الإمام الشاطبي عنها بقوله إنها كلية أبدية وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق حسب ما بين ذلك الاستقرار، وعلى نفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا. فذلك الحكم الكلي الذي هو بقايا الفطر السليم والشرائع باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا النظام العام يقوم على مجموعة من القواعد الكلية والمبادئ الأساسية والمقاصد العامة لهذه الشريعة. وقد أشار إلى الالتزام بهذا النظام العام الخليفة أبو بكر، فقال في أول كلمة وأنا أسميه برنامج العمل: يا أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني. قضية الرقابة الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، لا يدع إلى آخره. أوضح الخليفة برنامج عمله وذكرنا هذه البرنامج بالتفصيل. مع المبدأ الأول في هذه الأمور وهو المبدأ الأول الالتزام بالعدل والقسط كما قلت، وعدم الظلم والجور والتعدي والطغيان والبغي، هذه كلها مفصلة ولا أريد أن أطيل على حضرتك. المبدأ الثاني وهو مهم جدا جدا مبدأ الحقوق المتقابلة، وهذا مبدأ إسلامي يعني مع وجوب مبادرة من عليه حق، مع وجوب مبادرة من عليه الحق. يعني كيف الحقوق المتقابلة؟ القريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان أحد الصحابة معه هو سيدنا معاذ، فسأله قال: ما حق الله على عباده؟
وما حق العباد على الله في حديث مفصل بالأخير الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، أو في رواية أن لا يعذبهم بالنار. هذا الحديث يؤصل بين الإنسان وربه، مش نقول بين الإنسان ورئيسه، رغم أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي ملكنا وهو الذي أعطانا كل شيء. هذا عقيدة الإسلام. ومع ذلك مع هذا الرب الخالق القادر المكرم المنعم هناك حقوق متقابلة. هذا تؤصل، أو هذا الحديث يؤصل مبدأ بأن لا يجوز إذا كان بين الإنسان وربه حقوق متقابلة، كيف يكون هناك حقوق بدون مقابلة في بينك وبين الحاكم، أو بينك وبين الوالد، أو بينك وبين زوجتك؟ كله حقوق متقابلة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا الإسلام حقيقة يختلف، حضرتكم تعرفون المجتمع الرأسمالي دائما الإنسان فيه يطالب بحقه، ما له دخل بأن يطالب، إذا طالبك وبقانون يعطيك، وإلا فهو يطالب بحقه. الإنسان في النظام الاشتراكي دائما مطالب، عليه واجبات لأن الدولة هي التي تسيره. الإنسان في الإسلام مطالب ومطالب، ولكنه مبادر، يسارع قبل ما يطالب ويسارع بدفع هذا الحق. طبعا هذا حقيقة تكلمت في هذا بالتفصيل وأصلتها، وترتبت عليه مجموعة من الأشياء حينما تكون الحقوق متقابلة بين الراعي والرعية. المبدأ الثالث هذا مهم جدا حقيقة، رغم أنني حقيقة شخصيا ما كنت أنتبه إليه كثيرا إلا بعد دراسات، وهو مبدأ المساواة. ومن يقول بأنه هناك غير المساواة؟ وجدت حقيقة أن هذه قضية المساواة القرآن يؤكد عليه على جميع البشرية، حتى يعلم الحاكم بأنه هو شخص عادي مثلي ومثلكم، كما قال سيدنا أبو بكر هذه المسألة: يعني أنا وليت مسؤوليتي أكبر منكم ولست بخيركم. ولذلك هذا حقيقة مبدأ تركيز هذه المساواة مهمة جدا. المبدأ الرابع هو عدم اكتساب الحاكم أي ميزة على الآخرين، وتتم لهذا المبدأ. وبعبارة أخرى مثلية الحاكم في البشرية. سبحان الله، ومن يتصور أن الحاكم هو غير البشر؟ القرآن الكريم يمكن في حدود 20 آية تحدثت عن أن بقية الرسل والأنبياء هم بشر مثلكم، لا يزيدون عنكم إلا بالمسؤولية بما أكرمهم الله سبحانه. أبدا. لماذا هذه المثلية؟ لأن كل المشاكل تأتي للعوائل، قضية العوائل من خلال هذه المسألة. حينما أنا مثلا أكون رئيسا وابني يكون رئيسا، حينئذ كأن هذه العائلة أصبحت عائلة مقدسة إلى آخرها، كما حدث بالنسبة للساسانيين، وكما حدث بالنسبة للرومانيين، وكما سواء كان أهلا نعم العين والأسف، أو سواء كان غير أهل. هذا حقيقة مهم جدا جدا لأننا نحن أن ولذلك سيدنا أبو بكر لما دعي قال: يا خليفة الله، قال: لا أنا لست خليفة الله أبدا، إنما أنا خليفة رسول الله، جئت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي مسؤولية. وهذا حقيقة أن جميع الطغاة والظلمة يبررون ظلمهم بأنهم يمتازون بميزات شخصية أو مكتسبة بسبب الحكم. ولذلك الإسلام قضى على هذه الفكرة أبدا بالنسبة للرسل، فما بالك بالنسبة للأشخاص؟ وهذا ما قاله فرعون وما قاله هؤلاء الآخرون، وهذا طبعا بالتفصيل ذكرناه ولا أريد أن أخذ، وربطها بالجانب العقدي، بالجانب التربوي، بالجانب الاجتماعي، وحتى بالجانب الاقتصادي. كل ذلك مرتبط. إذا أنا عندي ميزة أو تفكير في أن لي ميزة، حينئذ يصح لي أن أخذ أكثر وأن أخذ أشياء كثيرة جدا ذكرتها. المبدأ الخامس مبدأ الشورى. المبدأ السادس وهو مبدأ المناصحة وقبول النصح والمراقبة والمحاسبة. هذه المبادئ مهمة جدا، وهي مبادئ أساسية وعليها أدلة كثيرة جدا. وكل الخلفاء الراشدين خاصة وبخاصة أبو بكر وعمر ركزوا في برنامج عمله في أول يوم على هذا. ماذا قال سيدنا عمر؟ الحمد لله الذي قال يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا
هكذا. فقام إليه رجل فقال: أجل، كنا نقول ونقومك بالسيف، وأشار إلى قطع الرأس. فقال عمر: إياي تعني بقولك؟ قال الرجل: نعم، إياك أعني بقولي. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في رعيتي من يقومني إذا اعوججت. فهذه قدرة الأمة على المناقشة إن شاء الله، قدرة الأمة على المناقشة وعلى المحاسبة، وهذا إنما تتم اليوم من خلال برلمان، من خلال أي وسيلة. المبدأ السابع هو على الحاكم توفير الحرية الكافية في كل مجالات الحكم، وهذا طبعا فيها أيضا تفصيلات شرعية وعملية. هذه نعم، وطبعا ذكرنا لكيفية التطبيق للحرية الفكرية والحرية الدينية إلى آخره. وأكبر دليل على ذلك بأن الإسلام في أول آية للجهاد هو ذكر، وهو واجب طبعا جهاد، ولا المفروض يكون بقيادة شخص له راية معروفة ومعترف بها ويمثل الأمة. وذلك الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين الجهاد وبين حرية العبادات لجميع الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع هذا للنصارى وبيع لليهود، وصلوات لجميع من يصلي، المشركين الوثنيين البوذيين، ومساجد يذكر فيها اسم الله. هذه الآية طبعا يأتي بعد هذه الآية: أذن للذين يقاتلون في سورة الحج. هذا الجانب التطبيقي. بعدين علاقات الحفاظ على حياة الإنسان وخصوصيته كذلك، وأي شيء يتدخل فيه الحاكم في الخصوصية باطل. سيدنا عمر لما دخل في هذا البيت والجماعة يشربون الخمور لم يستطيع أن يعاقبهم، لأنه قال: أنت دخل بصورة غير شرعية، وبالتالي أي إجراء أمني يقام أو أي إفادة أو اعتراف يؤخذ بطريق فهو باطل لا قيمة له في نظر الإسلام. بعد ذلك طبعا حماية يترتب على ذلك حقوق الاقتصادية أيضا، واليوم نحن في هذه الأزمة هذا من واجبات الدولة حقيقة. ليس هناك دولة، يعني القرآن الكريم يشير إلى أن السبب الطاعة هو أنه وبما أنفقوا، فالإنفاق وحماية الحقوق الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة من واجبات الدولة بكل اعتبار. كذلك حماية الحقوق الثقافية والعلمية، وليس للمسلمين فقط وإنما لجميع الناس بدون أي شيء. أول دستور في الإسلام هو دستور المدينة الوثيقة في السنة الأولى من الهجرة، فيها تقريبا حوالي 50 بند أو 50 مادة، 27 مادة فيما يسمى بحقوق المواطنة الكاملة لليهود والمشركين الذين كانوا يعيشون إن شاء الله قربنا. إذن الذي ينظم الأمر هو أولا المبادئ العامة، وكذلك مسائل المبادئ العامة للاتحاد. الأمر الثاني هو مسألة العقد. هذا أهم شيء. الأمر الثاني الذي ينظم علاقة عقد. نحن يجب أن يكون هناك دستور قبل ما يختار، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في دستور المدينة. قبل أن يقيم دولة الإسلام أقام دستورا عن 52 مادة تقريبا في بعض الروايات، و57 مادة صحيحة. 57 مادة، 27 مادة حول حقوق غير المسلمين، الباقي حوالي 21 أو 23 مادة حول حقوق المسلمين على الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه عليه الدستور. وبالتالي العقد الذي سواء كان هذا العقد في السابق شفويا أم مكتوبا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من الأنصار في بيعة العقبة الثانية والتزم بها. في بيعة العقبة الثانية تصوروا شوف دقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان البيعة على أساس أنهم يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينة ليس خارج المدينة. ولما جاءت غزوة بدر هذا ليس، فلذلك لما أشاروا على الصحابة كلهم أجابوا لم يشيروا، فقال: نحن نقصدكم أيها الأنصار، لأني دخلت ببيعة لا تعطيني الحق في أن أكلفكم، وهو رسول الله، أن أكلفكم بالحرب أو بالجهاد خارج المدينة. بعدين جددوا البيعة. لذلك دقة الدستور في هذا المجال جدا مهم في هذا المسألة. وهذا العقد أنا وصلت إليه هو عقد يسمى عقد الوكالة بالأجل. يعني الحاكم هو وكيل عن الأمة لأجل يأخذ الفلوس.
هذا هو الأساس. وأنا كتبت بحثا حول، ولو تخصصي في الاقتصاد لكن مهتم بهذا الجانب، كتبت بحثا أو بحوثا حول هذه المسألة، منها بحث عن جان جاك روسو الذي هو أبو الديمقراطية وأبو تأسيس هذه المسائل. جان جاك روسو في 14 موضعا أشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشاد به في حالة واحدة إشادة كبيرة جدا. إيش الإشادة؟ يقول أول مرة يرى في التاريخ أنه رسول يموت صلى الله عليه وسلم، عفوا ملك، هو يقول ملك أو رسول يموت ولا يورث هذا الملك لأحد من أقاربه. والأمر الثاني، أول مرة يرى بأنه يكون رسولا وملكا ولكنه يلتزم بالعقد، عقد الاجتماعي. فلذلك فعلا العلاقة بين الحاكم وعقد اجتماعي بهذه الدقة. إذا لا يوجد في دستور لابد أن يكون الدستور شاملا، إذا خرج عن الدستور خلاص انتهى. ولذلك شو جدد هذه المسألة بوضوح جدا، وهو كان بالأجل. نعم، وهذا طبعا الصناعة بالتفصيل والوقت لا يسعه. والأمر الآخر المهم جدا في القرآن الكريم أنه عقد الوكيل، ودائما الموكل أقوى من الوكيل. والقرآن الكريم أشار إلى هذه المسألة بأنه إرادة الأمة أقوى من إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية السياسة، لا أتكلم عن الوحي. وآيات كثيرة كلها وردت بهذه الكلمة، بأن إرادة الأمة أقوى في هذا المجال، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يعني لقد رضي الله عن المؤمنين في أن نأخذ بالأجزاء التي تحقق. لا نتكلم عن بعد الأيديولوجي في قضية الديمقراطية، إنما نتكلم عن الجانب العملي. الجانب العملي هو من صميم الإسلام. لا أقول الجانب العملي هو يشوفها. أولا اختيار ولي الأمر عن طريق أن يكون هناك وسيلة للانتخاب، هذا بيع، يسمى بيع أهل الحل والعقد، وتتغير كما قلت في الخلفاء. الأمر الثاني الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، هذا كان حتى سيدنا عمر فصل بين القضاء وبين التشريع وبين التنفيذ. ثلاثة تحديد زمن الحكم بدولتين أو بأي شيء. رابعا مراقبة الحاكم ومحاسبته وإلى آخرها. هذه المبادئ كلها لا تتعارض، بل عليها أدلة معتبرة من الشرع في ضوء تفصيل لا يسع المجال لذكره. وشكرا لحضراتكم، وأشكر السيد الرئيس على ربما إتاحة الفرصة ولم انتبه إلى تجاوز دقائق معدودة. فبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.